قوية. إذا الطاقم التحكيمي الذي هو الآخر يدخل لغمار هذه المواجهة وهذا اللقاء الباحث من أجل تأمين هذه المباراة بشكل جيد. مصطفى كشاف هو الحكم الذي سيقود هذا اللقاء. التشكيل الأساسي وننطلق بفريق النظرية ديال بركانية. يدخل بالأسماء التي 22 أمين وعد في حراسة المرمى. باقي الأسماء رقم 6 أمين كامارا مامادو، 7 يوسف السيل. هذه المباراة مباراة مندوبة هو غناني الحسين والمراقب هو بالحاج رشيد. هذه تشكيلة فريق شباب السولم الرياضي. رقم 1 هشام العلوش في حراسة المرمى. باقي الأسماء 4 يوسف ليموري، 6 معد بحسين، 7 محمد الخلوي. رقم 3 اليوم كلمة لفريق شباب السولم، ولكن من الجانب الآخر أمين الكرم الذي يريد أن تكون الأمور لصالحه في جو ممطر في أجواء مثل هذه. تجرى وتنطلق مباراة اليوم وتأتي الصافرة من مصطفى فريق نهضة بركان. الاستعانة بالمرابط، تغيير كل الجهه اليمنى، عمليه من جانب فحلي يرفع كره داخل منطقه الجزاء في غياب متمم العمليه. تغطيه دفاعيه تاتي من جانب فريق شباب السولم الرياضي لاعاده الكره للخلف. الحلول تاتي من خلال التمرير العرضي الجانبي في الوقت اللي نشوف المرابط. عمليه المرور امام لاعبين اثنين يحافظ على الكره. مرابط دخول داخل منطقه الجزاء، تمرير للخلف، تصويبه ممتازه والهدف الاول. الهدف الاول بامضاء ياتي من جانب يوسف الفحلي. دخول داخل منطقه الجزاء، يصوب الكره يضعها في المرمى. هنا الفحلي السعيد بهذا الهدف. اللاعب اللي تمكن من استخلاص الكره على مستوى الخط الامامي. ونشوف هنا جات من المرابط تحسب له التمريره وسط مجموعه من اللاعبين اللي قام بالتمريره. شوف هنا عمليه المرور الاولى. بعد ذلك مر اخترق، دخل بالكره ديالو داخل منطقه الجزاء ثم مررها بهذه الشاكله. ممر فارغ. هذا مصطفى كشاف يقول بعد معاينه شاشه الفار هنالك تسلل في اللقطه الماضيه. سنعود للصفر مقابل صفر. سنعود للصفر مقابل صفر. سنتابع ماذا حدث بالضبط. إذا هنا مسألة التسلل كلا الفضل في بقاء النتيجة 0 مقابل 0 بين الطرفين. لعبت بهذا الشكل الكرة الماضية. سنعود إذا إلى يبحث عن الحلول. لاحظوا التنويع في اللعب من الجهة اليسرى الجهة اليمنى، المرور بخط الوسط. هذا هو التنويع في اللعب. كرة أمامية، محاولة هجومية، الانطلاقة من جانب الفحلي، تصويبة ممتازة ولكن هنالك تغطية. هو اللي يلعب الكرة ديالو الجانبية من الجهة اليمنى. كرة أمامية، تحضير، تصويبة ممتازة والحارس في المكان المناسب. الآن سوي ولكن ضاعت الكرة الآن لصالح فريق شباب السولم الرياضي. هذه انسلالة، عملية هجومية، فرصة من جانب الفحلي، تصويبة وهدف. هدف واحد مقابل لا شيء. نفس اللاعب يؤكد على أنه بإمكانه أن يسجل في مباراة اليوم. يوسف الفحلي يضع الكرة في الشباك معلنا عن الهدف الأول. 1-0 يا بركانية اللي أعطت تعليمات وينتظر تنفيذها. نعم، صوب بقوة، صوب بهذه الشاكلة. المساوي هو من قام بتمريرة الهدف المساوي اللي مرر، والفحلي من وضع في الشباك تصويبه صاروخيه اماميه مباشره وجها لوجه مع الحارس. هذا تحدي كبير وهذا اصرار وهذه عزيمه من جانب الفحلي الذي سجل بهذا. يكون كره من جديد لصالح فريق شباب السولم الرياضي. تغطيه دفاعيه، إعادة الكرة من جديد والمساحة أمامه. كرة من الجهة اليمنى، الفحلي ماذا يفعل؟ المراوغة، عملية الاختراق، عملية المرور، تمريرة، يواصل البحث عن التمرير. كرة من عبد الكريم بعدي، المراوغة، المرور مرة أخرى، فرصة من المراوغة، تصويبة والهدف الثاني. ياسين البحيري يبحر اليوم بسفينة فريق نهضة بركان نحو ثاني الأهداف. هدفان مقابل لا شيء. ينطلقون بشكل سريع، يؤكدون أنهم عازمين الإصرار أمام العزيمة، أمام الطموح الذي يأتي من جانب المهاجمين. هشام العلوش وجد نفسه في وضعية صعبة. لاحظوا كيف عانى دفاع فريق شباب السولم الرياضي في هذه اللقطة، كيف أتت هذه الكرة بهذا الشكل وبهذه الطريقة لمحاولة تغطية. المرابط قام بالتبرير ثم بعد ذلك جاءت التي تواكب وتتابع هذا اللقاء. 24 دقيقة، هدفان مقابل لا شيء. كيف ستكون الهدف شوف هنا عملية هجومية بهذا الشكل داخل منطقة الجزاء. ماذا يقول الحكم؟ نشوف هنا اللقطة، نشوف هنا العملية. ينذر حارس المرمى مما يعلن من خلال العملية الماضية والهجمة الماضية هي ضربة جزاء، لأنه العلوش وقع في المحظور، وقع في المحظور. شوف طريقة إعادة الكرة بشكل عادي روتيني طبيعي بين مدافع وحارس مرمى، مشات ربما بهذا الشكل. برول الصورة، تكبية تصوير صورة، أيضا اختيار الزوايا. هذا حوار ما بين
اذا خدا القرار ديالو الان، خدا القرار ديالو. هل سيقوم باشاره الفار ام انه يقوم باشاره الفار ويعلن على ضربه جزاء في اللقطه الماضيه؟ ياتي في هذه اللحظات كل هذه الفيلم مع اولمبيك خريبكا، كل انديه يتقدم كره اماميه والهدف الثالث ياتي في هذه اللحظات. كل هذه الفرق اللي تحدثنا ثالث، بالتالي لدينا هدفين للفحلي وهدف لياسين البحيري والعلوش تستقبل شباك وثلاث اهداف. لاحظوا الفحلي يضع الكره في الشباك بهذه الطريقه. يوسف تقدم وضع الكره في لبيب كيوصل العمليه ديالو الهجوميه، كره لصالح فريق شباب السوالم، تصويبه اماميه، كره ممتازه والهدف، هدف واحد مهم من جانب فريق شباب السوالم الرياضي يعيدهم للتباري عن طريق اللاعب محمد الخلوي. هكذا كانت الكره الماضيه، عمليه هجوميه تصويبه من خارج منطقه الجزاء، لمست احد اللاعبين على ما يبدو تغير مسارها، مشات للزاويه البعيده عن الحارس، وبالتالي الهدف الاول لصالح فريق شباب السوالم الرياضي. تتغير الامور عن حلول اخرى فيما نشاهدون الاعاده طريقه للتصويب مباشره في المرمى. محمد الخلوي تصويبه الاماميه المباشره مباشره في شباك الحارس امين الوعد. يلعبوا ما تبقى من الدقائق بشكل افضل وبشكل احسن. كره في الزاويه على يمين الحارس امين الوعد، تنفذ هذه الكره بهذا الشكل، الانزال بالراس، التحضير ومباشره الى خارج الخط الخلفي. نعم الان اصبحت هجمه هنا وهجمه هناك، سيناريو اصبح ممتع. هنا كان خطا يقول الحكم في هذه اللحظات. اعتقد تاتي الصافره المنهيه لتفاصيل الشوط الاول من استيقاظ او طفره نوعيه رياضيه مهمه جدا بالنسبه للمنطقه الشرقيه ككل، واحده من المدن، واحده من المناطق الجميله. الان كنشاهدوا مشاهدينا الكرام انطلاقه الشوط في خط الامامي. خلوي يلعب هذه كره داخل منطقه الجزاء، محاوله ممتازه، هدف من الاهداف الجميله في الدوري الاحترافي. الطريقه التي لعبت من خلال الكره، تهيئ، تحضير داخل منطقه الجزاء، الانزال ببراعه والساخي من يضع الكره في الشباك. يونس كان سخيا في وضع الكره الماضيه. لاحظوا كيف لعبت، كيف كانت التمريره، ثم الانزال بهذه الشكله والاتمام ياتي من جانب الخلوي. يرفع الكره اشارا، هو اللي حضرها وهيئها بهذا الشكل والساخي من وضعها في الشباك. التساؤل الوحيد ما ان كان اشارا في وضعيه تسلل ام لا. غرفه الفار اكيد الناس ستمحص اللقطه الماضيه. سنتابع العمليه في الوقت اللي نشوف هنا الكره اللي جات بهذا الشكل من جانب الساخي، وضع الكره في الشباك من محاوله العوده في اللقاء. اذا القرار الان بعد معاينه شاشه الفار، يتضح على انه كان هنالك تسلل في اللقطه الماضيه، يتضح على انه كان هنالك تسلل في اللقطه الماضيه. لاحظوا هنا الخط ديال على حاله. نتابعوا ضربه خطا، ضربه خطا لصالح فريق شباب السوالم الرياضي. محاوله تصطدم بالجدار، تعود من جديد من الجهه اليسرى، رفع الكره من جانب الساخي داخل منطقه الجزاء وتدخل الحارس. الاستعداد للتنفيذ. حاسي يرفع كره راسيه، مشات كيلعب كره ديالو داخل منطقه الجزاء، راسيه من معبى حسين ومباشره لامين الواد. عبد الواحد حاستي يلعب هذه الكره داخل منطقه الجزاء، تغطيه، رجعت من جديد الكره الثانيه ومباشره كره من جديد ياسين البحيري. انطلاقه هجوميه، عمليه هجوميه الان بهذا الشكل، فرصه صويبه مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. عمليه هجوميه ومحاوله ايوب خيري. شوفوا هنا كره مباشره الى خارج، لعب ممتاز هذه اتجاه من عبد الكريم بعدي، تمريره عرضيه جانبيه راسيه، والوهله الاولى لم تستثمر الكره الماضيه، فيما الاستثمار الاخير ياتي من جانب الحارس سنعلوش اللي تمكن من انقاذ الموقف. من جانب فريق نهضة بركان اخذ ورد لم يكتمل من جانب يوسف الفحلي، وبالتالي تضيع الكره
لا تزال مستمرة. الفحلي تصويبة أمامية والكرة في الزاوية. عند البحيري يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تمر هكذا الكرة أمام مجموعة من اللاعبين كانت دخلت للشباك لكن تم إلغاء كرة في داخل منطقة الجزاء. هذه واحدة من المحاولات لشباب السولم الرياضية الانطلاقة الهجومية الجهة اليمنى، البحث عن العرضية، البحث عن الكرة من معدو سونا يلعب هذه الكرة ولكن سونا مباشرة كورتو إلى خارج الخط الجانبي الملعب. 5 دقائق أضافها الحكم انقضت، ويظهر على أن الحكم الكشافي السعيد لإنهاء تفاصيل مواجهة اليوم، واحدة من مباريات الجولة رقم 4 من هذه المباراة، وبالتالي يحسم الأمر على الارتقاء على مستوى سلم الترتيب النهضة الرياضية بركانية ثالثا في السبورة الخاصة بهذه الإحصائيات. بأودعكم إلى اللقاء.